السلام عليكم، عاملين ايه؟ ازيك يا ابو حميد؟ صباح الفل، صباح الفل على الناس الحلوين، صباح الفل على كل الناس اللي موجوده معانا. النهارده معانا فيديو حلو خالص، جميل جميل جميل. بس لازم كلنا نفهم بس احنا ايه الفيديو جاي النهارده عشان خاطر ايه. طبعا الاخ ابراهيم عيسى زي ما احنا شايفين ان هو طلع هجوم شرس جدا على الشيخ الشعراوي واسس الازهر، وبيشكك في حاجات كده معينه. فطبعا احنا بنتكلم النهارده عنوان الفيديو ابراهيم عيسى والبقره. ليه ابراهيم عيسى والبقره؟ ابراهيم عيسى طلع علينا من فتره، طبعا انت سمعت الفيديو يا استاذ محمد. أيوة. ابراهيم عيسى طلع من فتره وقال كلام كده، فلازم تسمعوا بس الفيديو اللي انا هوريه لكم ده، وبعد كده هنتكلم انا والاستاذ محمد معاكم. اسمعوا كده. حين وعارف يعني ايه البقره ثروه، ويعني ايه كمان حاله التعالي على البقره جماليا. ده البقر ده جميل جمال. انت لما تتامل البقره وبقول لك وطيبه البقره وهدوء البقره وعطاء البقره، انت بتشوف بقره ولهذا يقدسها الهنود، يسموها ام الهنود. ليه؟ واكتر حاجه بتنغص عليا لما حد يقعد يسخر من تقدير وتقديس الهنود للبقره، يقول لك لما ماشيه في الطريق يقفوا العربيات ايه تعدي، ده رقي، ده احترام. اولا طبعا زي ما احنا شايفين ابراهيم عيسى بيتكلم بيقول البقره مخلوق جميل، مخلوق انثوي، مخلوق عينه حلوه. المهم يعني بيتغزل في ايه؟ في البقره وانوثتها والكلام ده. وطبعا جال شويه حاجات كده، جال اتكلم عن استاذ محمد، اتكلم ان هو ايه؟ ان البقره شيء مقدس عند الهنود، ولازم نحترم الناس ديت، لان الناس ديت يعني بتفكر صح. فالبقره دي ام الهنود عندهم. يعني هو بيتكلم بناء على كلامه، يعني ان فعلا البقره، يعني نحاول نغير تفكيرنا شويه، ممكن ايه نحاول نقرب من البقره شويه عشان خاطر البقره ديت يمكن ايه، يمكن نقدسها بعدين. يعني انت ايه رايك في الكلام ده يا استاذ محمد؟ انا مش عارف ابراهيم عيسى دي هنج ولا يظرف، يعني دي كلام يعني ايه البقره ومش البقره؟ البقره دي خلق الله في الارض، ودي شيء من الحيوانات. ايه دخلنا بقى في البقره؟ هم بيقدسوها، ده هم بيعبدوها يا عم الحاج، هم بيعبدوا البقره. عندك حق، يعني عبدت البقره، هم بيعبدوا البقره. احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ ونقدس الهنود ليه؟ طب ما نقدس شيء محترم مثلا، شيء معين. الاسلام يا اخي شيء جميل جدا خالص يا اخي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد كرمنا بني ادم عن سائر المخلوقات. يعني البني ادم ده اجمل شيء على وجه الارض، صح؟ مظبوط. يبقى انت بتشبهه بتقول البقره ومش البقره. وبعدين يعني في حته كمان برضه هسمعها لك، تمام؟ وانت لازم تاخد بالك منها. ان ابراهيم عيسى بيتكلم ان احنا ما ينفعش نشتم البقر، لان البقره يعني المفروض الانسان حتى يبقى بقره. شوف الفيديو ده وبعد كده هنتكلم. انه يعني انتوا شويه بقر. ايه شويه بقر؟ مالهم البقر؟ يا ريت بشر يبقى بقر، لانه كده افكارك لا تحترم بامانه. يعني افكارك لا تحترم. انت كده بتشبه الانسان بالبقره. يعني انت عايز الانسان مثلا يبقى زي البقره؟ انت ايه رايك يا استاذ محمد؟ الانسان يبقى بقر فعلا؟ لا هو دي كلام. ربنا بيقول ولقد كرمنا بني ادم. ربنا كرمنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمنا. ازاي هو يتكلم عن ده الهنود من عبدة البقره وجميع البقر والفيران اللي هم الهنود دول موجودين، جميع الحاجات دي. احنا ايه دخلنا في كده؟ احنا نتكلم، احنا ربنا سبحانه وتعالى كرمنا، وبعدين يطلع من هنا يخش من الشيخ الشعراوي للازهر للبقر هو بيتكلم في الكلام الفاضي. هو المفروض هو مش لاقي حاجه اصلا يعملها، فبيتكلم باي حاجه عشان خاطر ايه؟ يعني يعمل بلبله وخلاص. يا ابراهيم عيسى، احنا تعبنا من افكارك الهدامه ديت، وتعبنا من اسلوبك، ولازم تطلع وفعلا يعني تاخد موقف من نفسك، لان انت كده يعني انت كده يعني اقول ايه، بس انت كده على شفا حفره من النار بامانه. فانت لازم تلحق نفسك من الموضوع ده. طبعا معك الاخوه شرقويه محترمين، فبرد عليك باسلوب مؤدب واسلوب راقي، بدل ما نرد باسلوب مش كويس. فبعد اذن حضرتك حاول فكر في افكارك شويه، فكر فيها، لان انت فعلا على شفا حفره من النار. انت كده داخل في هتدخل في موسوعه جينيس لمحاربه الاسلام. يعني اهو شوفوا مسلم يا جماعه اهو بيحارب دينه. يعني لازم تاخد موقف من نفسك شويه.